سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معانا النهارده الجزء الثالث من سلسلة أفلام هاري بوتر. في الجزء ده واحد من أتباع فولدمورت بيهرب من السجن مشدد الحراسة اللي اسمه أزكابان، وبيحاول يدور على هاري بوتر عشان يقتله. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وهات فشارك وشايك، ويلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم زي كل فيلم في السلسلة في بيت عم هاري، واللي هاري دايما بيقعد فيه في أجازة الصيف، وبتزورهم عمته مارج وبتعامل هاري وحش جدا وبتقعد تهين فيه هو واهله. فهاري بيفقد اعصابه وبيبدا ينفخها من على بعد لحد ما مارج بتبقى عامله زي البالونه وبتطير من البلكونه، وبعدين هاري بيبقى متعصب وبيقرر يسيب لهم البيت ويمشي. ولكن بعد ما بيمشي بشويه بيكتشف ان هو ملوش مكان تاني يروحه اصلا، فبيقعد على الرصيف وبيبقى زعلان ومتضايق. وفجاه بيبدا يسمع اصوات وبيلاقي الرياح بتحرك الاشجار، وكلب اسود بيطلع وبيبدا يهوهو عليه. فهاري بيطلع عصايته السحريه بسرعه، ولكن بيقع على الارض من شده الرياح اللي بيكون سببها الباص بتاع الصحراء وهو جاي. وهاري بيركب في الباص ده وبيروح على حانه الصحراء، وهناك بيعرف ان ساحر الظلام اللي اسمه سيريوس بلاك واللي كان مساعد فولدمورت هرب من سجن ازكابان. وبعدين هاري بيعرف ان مدير المدرسه كورنيليوس فادج بيستدعيه، ولما بيروح المكتب بتاعه بيكون خايف لا يطرد من المدرسه عشان استخدم السحر تاني براها. ولكن المدير بيطمنه وبيقول له ان هو باعت له عشان يقعد عنده لحد ما الدراسه تبدا. وبعد فتره هاري بيكون في محطه القطر وبيقابل اصحابه رون وهيرميون هناك، وارثر ابو رون بياخد هاري على جنب وبيحذره من سيريوس بلاك، لان اغلب الظن ان سيريوس بلاك هرب مخصوص عشان فولدمورت طلب منه انه يخلص على هاري، لان فولدمورت ما يقدرش يعمل كده بنفسه بسبب التعويذه بتاعت ام هاري زي ما عرفنا في اول جزء. وبعدين الدراسه بتبدا وهاري واصحابه بيرجعوا لهوجوراتس تاني والبيت جريفندور، وهم راكبين القطر بيقابلوا اشباح اسمهم الديمنتورز وبيحاولوا يسحبوا روح هاري. ولكن لحسن حظه مدرس اساليب الدفاع ضد السحر الاسود لوبن بيكون هناك وبينقذ هاري من الموضوع ده وبيخلص على الوحش كمان. ولما بيوصلوا المدرسه دامبلدور بيعرفهم ان وحوش الديمنتورز بيحرسوا المدرسه لحد ما بلاك يتقبض عليه ويتحبس تاني. وبنعرف من هنا ان الوحوش دي كانت بتفتش القطر عشان تدور على بلاك، لكن كانوا هيقتلوا هاري بالغلط لانهم ساعات ما بيعرفوش يفرقوا بين الصاحب والعدو. ودامبلدور كمان بيقول لهم ان هاجريد هيبقى مدرس تعليم رعايه المخلوقات الجديد. وفي اول فصل لهاجريد دراكو بيروح وبيقعد يستفز المخلوق اللي هاجريد بيربيه عشان يهاجمه وبيتعور، وبنعرف ان ابو دراكو اللي هو لوشيوس هو اللي قال له يعمل كده عشان يقدم طلب رفض هاجريد من المدرسه. وفي حصه اساليب الدفاع ضد سحر الظلام لوبين بيوري لهم وحش اسمه بوجارت، والوحش ده بيقدر يحول نفسه لاعظم مخاوف الشخص اللي قدامه. ولما بيجي دور هاري الوحش بياخد شكل الديمنتور، ولكن لوبين بينط قدام هاري وبيهزمه بنفسه. وفي نفس اليوم بلاك بيقتحم المدرسه وبيدمر لوحه الست التخينه اللي كانت بتحمي برج جريفندور، وبيتاكدوا من كده لما الست بتطلع لهم من لوحه تانية وبتقول لهم ان هي ما قدرتش تمنعه من دخول المدرسه. وبعدين دامبلدور بيجمع كل الطلبه وبيناموا في القاعه الكبيره تحت حمايته، وباقي المدرسين بيكونوا بيلفوا في المدرسه عشان يدوروا على بلاك. وتاني يوم بنلاقي ان سنيب هو اللي بيدرس الطلبه بدل لوبين، لان لوبين بيكون تعبان، وبيبدا سنيب يعلمهم عن المستذئبين. وبعدين في مباراه الكويديتش واحد من الديمنتور بيهاجم هاري، وهاري بيقع من على المكنسه، لكن لحسن حظه دامبلدور بينقذه. ولما بيصحى بتكون المكنسه بتاعته اتكسرت تماما. فهاري بيدور على تسليه تانية وبيجيب الرداء بتاعه اللي كان بيخليه يختفي، وبيتجسس على ماكونجل وهي بتكلم ناس تانيين، وبيعرف من كلامهم ان بلاك كان صاحب ابوه وامه وباعهم لفولديمورت، وبيعرف كمان ان بلاك هو الاب الروحي ليه. وبعدين هاري بيروح للوبين وبيطلب منه يعلمه تعويذه يهزم بيها الديمنتور، وبعد شويه محاولات هاري بينجح ان هو يستخدم التعويذه دي ويقضي على الديمنتور. وبعدين هاري بيرجع يلعب برداء تاني، ولكن اخوات روم بيمسكوه ويدوا خريطه المراودر. الخريطه دي خريطه كامله للمدرسه وبتكشف مكان كل الاشخاص في المدرسه في كل الاوقات. وكمان بيقولوا لهاري ان في ممرات سريه في الخريطه هتخليه يتمشى في المدرسه براحته من غير ما حد يشوفه. وتاني يوم وهاري واصحابه بيتمشوا، الفار بتاع رون بيجري منهم وبيجري وراه، لكن في كلب بيطلع وبيشد رون تحت الشجره الضربه، وهاري وهيرميون بيحاولوا يعدوا وراه، وبعد شويه محاولات بينجحوا في ان هم يدخلوا الشجره. وهناك بيقابلوا بلاك وهاري بيهاجمه، ولكن لوبين بيوصل وبيطلع صديق بلاك وبيشيل هاري من على بلاك. وفي نفس الوقت سنيب كمان بيوصل وبيثبت الاتنين مكانهم، لكن هاري بيحس ان في حاجه غلط وبيضرب سنيب وبيحدفه بعيد، وبيطلب من لوبين يشرح له ايه اللي بيحصل. ولوبين بيقول له ان الحقيقه هي ان اللي باع امك وابوك كان صاحبهم الثالث بيتر، وان بلاك كان بيحاول ينقذهم وفشل، وان بيتر هو الفار بتاع رون، وان بقاله 12 سنه عامل نفسه فار، ولما بيضربوه بيتحول لبني ادم فعلا وبيكونوا هيقتلوه. لكن هاري بيقترح ان هم يسلموه للديمنتور وفعلا بيوافقوا، ولكن لما بيطلعوا بره الشجره القمر بيكون مكتمل، وبنشوف لوبين وهو بيتحول لمستذئب وبيفقد التحكم في نفسه تماما وبيكون هيهاجمهم. ولكن بلاك بيتحول لهيئه
الكلب هو كمان وبيبدا يحاربه، وبيتر بيستغل الفرصه ويهرب بعيد. وطبعا بعد المعركه بلاك بيكون متعور جدا وهاري بيروح يشوفه، ولكن الديمنتورز بيهاجموهم هما الاثنين. ولحسن حظهم بيظهر شخص من بعيد شكل ابو هاري وبيطلق تعويذه بتقضي على الديمنتورز كلهم وبيغمى عليهم. ولما هاري بيصحى بيكتشف ان بلاك اتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام وخلاص هيتسلم للديمنتورز قريب. وبعدين دامبلدور بيدخل عندهم وبيبدا الثلاث صحاب يحاولوا يقنعوه ان بلاك بريء، ولكن بيقول لهم ان هو عارف ان هو بريء اصلا، ولكن كلمتهم لوحدها مش كفايه كدليل. وبيتضح ان هيرميون معاها ساعه بترجع الزمن، ودامبلدور بيقترح ان هم يستخدموها عشان يرجعوا الزمن لورا ويلفوها 3 لفات بس، وده هيكون كفايه عشان يرجعوا للوقت اللي هم عايزينه. ولما بيرجعوا بالزمن بيروحوا ينقذوا المخلوق اللي كان هيتعدم عشان عور دراكو بالمره يعني. وبعدين هيرميون بتقلد صوت الذئب عشان تجذب لوبن بعيد، وبيروح يقف ويشوف لما الديمنتورز هاجموهم عشان يعرف اذا كان اللي انقذهم ابوه بجد ولا لا، ولكن محدش بيظهر للاسف، وبيتضح ان هو اللي انقذ نفسه ساعتها. وبعدين بياخدوا المخلوق اللي هربوه وبيطلعوا على المكان اللي محبوس فيه بلاك وبيحرروه من السجن. وبلاك بيعتذر له انه مش هيعرف يقعد معاه بالرغم من ان هو الاب الروحي ليه، عشان الوزاره هتكون بتطارده ولازم يهرب. وبياخد المخلوق ويبدا رحلته في الهروب. وبعدين هاري وهيرميون بيرجعوا المستشفى ودامبلدور بيكون فرحان وبيحييهم قبل ما يروح ينام. وقبل نهايه الدراسه هاري بيقابل لوبن اللي بيكون بيلم حاجته عشان قرر يعتزل من منصبه كمدرس، لان محدش هيبقى مرتاح انه يتعلم من مستذئب. ولما هاري بيروح بيتجمع مع اصحابه وبيلاقي حد باعت له مكنسه سحريه هديه بدل اللي اتكسرت، ومعاها ريشه كمان، وبيبان على هاري السعاده وبيروح يجربها ويطير بيها. والجزء بيخلص على كده. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.